بسمة ناروز يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور، ايه الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين. يا رب دايما. انتم منورينا، ده نور حضرتك. حضرتك وفريق العمل كله. شكرا يا دكتور. يوم حضرتك كان ماشي ازاي النهارده؟ الحمد لله اتحركت من اجمل مكان بالنسبه لي شخصيا في مصر، اللي بعتبره الوطن، اللي هو حي السيده زينب الشعبي اللي فيه منزل اسرتي، وجيت لمكتبي في عمارات الرمايه بعد اخر شارع الهرم من خلال المواصلات العامه. والحمد لله الحمد لله استمتعت بالرحله، وكنت موجود قبليكوا وفي شرف انتظاركم. حضرتك لما بتتكلم دلوقتي بتتكلم عن نعم احنا مش حاسين بيها. نعمة ان حضرتك نزلت، ركبت مواصلات، تواجدت في مكتبك بيمثل لك ايه؟ المواصلات بتمثل لك ايه؟ نزولك من البيت كان بيمثل لحضرتك ايه؟ نزولي من البيت وركوب المواصلات العامة بيحقق لي إني أنفذ رغبة الطبيب الألماني اللي عالجني من آثار جلطة المخ اللي أصبت بيها من سنوات وأبعدتني عن العمل، إني أتحرك من خلال وسائل النقل العام وأمشي كتير عشان أستعيد قدراتي الحركية بعد الآثار السلبية لجلطة المخ على حركة الجانب الأيمن. ده النزول من البيت وركوب المواصلات العامة والاستغناء عن العربة الخاصة. الوصول لمكتبي اللي كنت بعيش فيه التوقيت الأكتر من الزمن اللي أنا بعيشه. مكتبي البسيط ده اللي حيطانه بتزين بصور من الباك ستيج بتاع أغلب الأعمال اللي اشتغلت فيها، واللي فيه كل معدات التصوير اللي موجودة عندي، هو المكان اللي كنت بعتبره الحضن الدافي اللي بيحقق ليا كل الرغبات الجميلة اللي بحاول انها تبقى موجودة في الصورة اللي انا ببدعها على الشاشة. اني اتواجد في مكان فيه معدات اضاءة وفيه عدسات تصوير، واني افكر ازاي ابتكر لقطة معينة بفكر فيها، ده كان بيبقى حلم بيشغلني طول الوقت. وجودك للمكتب والمواصلات ونزولك من بيتك اللي في السيدة زينب بالنسبة لك. السيدة زينب هي الوطن، حي شعبي عريق، تقريبا أعرف أغلب سكانه وتربطني بيهم علاقة أخوية. يعني أنا فاكر إن سائق عربيتي كان بيجي ياخدني من بيتي في كومباوند في المعادي ونروح السيدة زينب، فقال لي هو حضرتك ليه بتحب السيدة زينب أكتر من الكومباوند هنا رغم إن هنا في شجر وبحيرات وي. فقلت له إجابة أنا بشوف إن هي إجابة وافية جدا لو هو قدر يستوعبها. قلت له أنت وأنت جاي الصبح تطلع العربية من الجراج بتسمع كام صباح الخير وأنت ماشي؟ قلت له الناس هم الفرق. قلت له دول الناس اللي اتولدت وعشت وسطيهم، واللي بعتبرهم أسرتي الكبيرة، اللي بينا علاقات من الود مش هلاقيها في أي مكان تاني 5 ستارز في العالم كله. يعني حضرتك شايف السيدة زينب وطن مش موجود في أي مكان تاني بالنسبة لي بالنسبة لحضرتك، وبالنسبة لناس كتير. الناس كتير بتحب الأماكن اللي اتولدت فيها واللي كونتها. فيما بعد الناس بتروح لأماكن المفروض تكون موجود فيها، زي الكومباوندات، العماير الكتيرة، الفلل، الحاجات الراقية. بس أرجع وأقول إن يعني تأسيسنا وتأصلنا في الحاجات دي غير عادي. بيولد جوانا طاقة حب غريبة كده، بنكون مختلفين عن كل الناس. الحمد لله. الحب لقيته في السيدة زينب ولا لقيته فين؟ السيدة زينب شارع محمد عناية، منزل رقم 16، منزل رقم 20، سكنوا لحد ما اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية الفنان القدير رحمه الله الأستاذ نور الشريف. وفي نفس العمارة كان ساكن المخرج التلفزيوني القدير الحاج حافظ أمين. ونفس الشارع أنجب
الممثل القدير الراحل الأستاذ محمود مسعود، والمخرج السينمائي الأستاذ علاء كريم، والعبد لله مدير التصوير محسن أحمد. كلنا نتاج شارع واحد تحيط به على الأقل 5 أو 4 دور عرض لسينما الدرجة الثالثة اللي كانت موجودة في كل الأحياء الشعبية في مصر، وبتنقرض واحدة تلو الأخرى في الزمن الحالي. البيت كان حواليه سينما أزيس، وسينما الهلال الصيفي، وسينما الأهلي، وسينما الشرق، وسينما ستار، وسينما وهبي، وسينما الحلمية. كل هذه الدور من العرض كنت ممكن تروحها ماشي لمدة دقايق، تبقى في دار العرض السينمائي وتتفرج على برنامج فيه 3 أفلام في بروجرام واحد بتذكرة كانت لا تتعدى 5 قروش. ايه الجمال ده؟ ايه الثقافة دي؟ الحمد لله. ده محيط لازم يطلع اكيد حضرتك تطلع بالشكل ده. مثلي وأمثالي كثيرين وعمالقة من نفس الحي. الدكتور فوزي فهمي الراحل القدير كان رئيس أكاديمية الفنون نتاج هذا الحي، والكثير من عمالقة فن التمثيل أمثال الأستاذ فريد شوقي، الأستاذ أبو بكر عزت، وأسماء كثيرة كلها كانت نتاج حي السيدة زينب الشعبي. لما حضرتك كده تقعد لوهلة وتفكر في الناس دي كلها، ايه اللي بيخطر على بالك؟ يعني حضرتك نشأت في حي السيدة زينب العريق، ومعاك قامات علمية كبيرة وناس فنانين، يعني مستحيل الزمن يعود، مستحيل. بتحس بإيه؟ ايه أول فكرة بتيجي لحضرتك لما تقعد كده تغمض عينيك وتقول أنا نشأت في كذا؟ وكم السينمات الرهيبة دي، يعني احنا الجيل بتاعنا يوم ما بيدخل سينما ويتفرج على فيلم أنا اتفرجت، أنا عملت. محسن أحمد واقعه ايه؟ تفكيره ايه لما بيفكر في الحاجة دي؟ محسن أحمد بيبتدي انه يقول الحمد لله رب العالمين انه اتاح له هذا الزخم من الحياة والمعلومات الجميلة، ان انا نشأت في هذا الحي وسط هذا الكم من سينمات الحي، ومع هذه الكوكبة من البشر اللي كل حد فيهم لازم الانسان يقف له احترام ويجله. ومن كل دول انا اتعلمت كتير قوي، وكان النتاج هو الفنان محسن أحمد. يعني أنا أخجل إن أقول عن نفسي أحد أهم المصورين في تاريخ السينما المصرية. حضرتك يعني ترفع لحضرتك كل القبعات طبعا، وكل الاحترام والتقدير لفن حضرتك، للفن اللي قدمته لنا واللي احنا عايشين بيه. الحمد لله رب العالمين. وما زلنا بنتعلم منه وبنعمل منه حاجات كتير. هرجع واقول، كنت بتحس بايه لما تقعد دلوقتي وتفكر من 20 سنة مثلا وانا نازل من على سلم البيت عشان اروح للسينمات دي، والزخم اللي كان حواليا زي ما حضرتك قلت، وان انا اقابل مثلا صحابي اللي كانوا موجودين؟ يمكن في الوقت ده ما كنتش بحس اني بصدد شيء غير عادي، كنت بعتبره شيء عادي لانه موجود قدامي. ولكن لما كبرت ودرست الفن بشكل اكاديمي عرفت مدى تأثير هذا المناخ المحيط باللي انا وصلت له، واللي عمل عندي ذاكرة بصرية استوعبت اشياء جمالية كتير جدا، عملت اضافة ليا وانا ببدأ صورة على شاشة السينما. تمام، يعني المناخ اللي كان حوالين حضرتك هو أهل حضرتك وكونك لكي تكون بصورة دكتور محسن أحمد. تمام. أنا برضو الحمد لله دلوقتي لما حضرتك بتفكر في السنوات اللي عدت، الإحساس بتحس مثلا بحنين للأيام دي، للصحبة دي؟ في أفكار بتيجي لحضرتك كنت عايز تعملها وهم معاك وما عملتهاش؟ يعني مثلا لما أنا أكون مثلا مع صحابي وأقول لا أنا هعمل معاهم كذا كذا كذا، بعد كده ما تجمعش معاهم تاني فأقول يا ريت كنت عملت كده. فهل حضرتك في حاجة حصلت بالشكل ده؟ في حاجات كنت عايز تعملها معاهم وما اتعملتش؟ يمكن بعض الأشياء أنا جيلي وسني هناك زملاء رحلوا، فكنت بتمنى لو كان في أي موقف حد فيهم زعل مني إن أكون أنا اللي أبادر بالاعتذار عشان ما يبقى زعلان مني، واللي بتمنى له حاليا الرحمة وإنه يسامحني على أي خطأ
أنا ارتكبته في حقه في الزمن الماضي بدون وعي. الحمد لله رب العالمين على النشأة في مناخ محيط ساهم كتير قوي إنه عمل فنان يسبق هذا الفنان مشاعر إنسانية. مشاعر بالنسبة لحضرتك ايه؟ المشاعر أهم من أي حاجة بيعملها الإنسان. أنت ممكن تبقى فنان قدير، ممكن تبقى لاعب كرة متميز، ممكن تبقى مهندس عبقري، ولكن إنك جواك إنسان، ده الشيء المهم قوي اللي بيحض عليه الدين بتاعنا. مشاعرك الإنسانية اللي بتسبق عملك هي الأهم في كيان وكينونة كل إنسان. الأب والأم بالنسبة لحضرتك كان في حد مرتبط بالتصوير أو بالإخراج أو في مجال الفن عشان يطلعوا نبغة زي حضرتك بالشكل ده؟ ولا كان السيدة زينب هو اللي أهل حضرتك، هو اللي كيفك وأهلك للدنيا دي؟ ما أعتقدش إن في أسرتي القريبة كان في حد مهتم بالفنون بالشكل المتخصص، ولكن شقيق والدتي الوحيد خالي الحاج عبد الجواد الفضالي رحمة الله عليه، المهندس في المصانع الحربية، كان صانع جيد لأعمال النحت على خامة الرخام، وكان عنده ورشة خاصة بيصنع فيها التحف الفنية من الرخام. يمكن ده كان أقرب حد مرتبط بمجال الفنون في أسرتي. لما دخلت معهد السينما كان الأب ولا الأم اللي مبسوطين بالمرحلة دي؟ في الوقت ده كان الوالد متوفي، واعتقد ان والدتي رضيت عن ده، لان ما كانش عندي اوبشن تاني. ما كنتش صاحب مجموع جيد في الثانويه العامه لاني كنت شقي شويتين، ولكن حصل رضا بعد التخرج من المعهد وبدء العمل والتفوق في مجال العمل. كان في رضا تام عن المجال اللي انا اتخذته لنفسي. طفولتك كانت عاملة ازاي؟ الطفولة كنت اقرب للاب ولا الام؟ يعني كنت شقي زي ما بتقول، ايه الشقاوة بالنسبة لحضرتك؟ اكيد مختلفة عن ايامنا. يعني عايز اقول لحضرتك شقاوة اطفال المناطق الشعبية كان منها مثلا انك تروح لاهرامات الجيزة من السيدة زينب ماشيا على الاقدام، انك تصحى بعد صلاة الفجر وتبتدي انت واصحابك القريبين منك رحلة المشي اللي بتستغرق ساعات من السيدة زينب الى اخر شارع الهرم واهرامات الجيزة، وكان ده بيستغرق ساعات زمن طويلة قوي لحد الوصول. ده ايه ده كتير قوي يا دكتور، ده احنا ما بنعملش كده في الزمن ده. في الزمن ده بتشجيع البعض للآخرين قدرنا نعمل ده وعملناه مرات متعددة. حلو. إضافة إلى إنك تتصل من مصروفك تمن تذكرة السينما عشان تروح تتفرج على أفلام جديدة في سينما أزيس أو سينما وهبي أو سينما ستار أو سينما الأهلي أو سينما الهلال الصيفي. ولو إن سينما الهلال الصيفي كان العوض عن إنك تروح السينما مطبخ والدة صديقي الأستاذ حسين محمود، وهو أحد الكبار في وزارة المالية حاليا. كان مطبخ والدته بيعلو بلكون السينما، فكنا بنتفرج على الأفلام ونلتهم كل ما هو موجود في المطبخ في الوقت ده. يعني أعتقد إن والدته ما كانتش بتبقى راضية عننا لأن إحنا بنخش نتفرج وبنخلص على كل محتويات المطبخ. شقي قوي. الحمد لله. الحمد لله. عايزه اعرف يوم من ايام الطفوله كان ماشي ازاي، من اول ما تصحى قلت لي لغايه ما تروح تنام، يوم كان ماشي ازاي ويوم دلوقتي. يعني مثلا خلينا نقسمها، يوم طفوله، يوم معهد، يوم شباب وشغل قوي، ويوم دلوقتي. احنا كده عندنا 4 ايام لمحسن احمد في حياته. انا ما قلت، مش هقول 7، انا عايزه 4 ايام. يبدو ان انا في امتحان صعب. هبتدي بيوم الطفولة. لا مش صعبه خالص. مناخ محيط زي ما ذكرت، حي شعبي بيحيط بيه
العديد من الآثار الإسلامية التي بتعد من أهم الآثار الإسلامية في مصر على بعد خطوات من المنزل. وأنا كنت بتمنى أن البودكاست يبقى فيه صورة موجودة. مسجد أحمد بن طولون بعمارته الإسلامية المتفردة ومأذنة المسجد اللي كنت من هواة الصعود ليها. كانت مأذنة المسجد ليها تذكرة خاصة انك تقدر تطلع لأعلى مأذنة المسجد وتشوف اللاندسكيب من المكان العالي ده. فأنا كنت هاوي أطلع مأذنة مسجد أحمد بن طولون، واللي بدعوكم وبكاميرا من الكاميرتين اللي بيصوروني النهاردة أو بكاميرا الموبايل حد فيكم يصور اللاندسكيب من أعلى مأذنة مسجد أحمد بن طولون، ويبقى إضافة للبودكاست اللي بيتصور معايا دلوقتي. من عينيا. أنا هكون سعيد وأنا بتفرج لو أنتوا عملتوا كده. هنعمل كده. هكمل بقى المشوار. أول يوم لو طفولة طولنا أهو رحلة المشي شوية، بعد مسجد أحمد بن طولون في متحف جاير أندرسون. هذا المتحف هو خير مثال لأي حد مهتم بشكل وعظمة العمارة الإسلامية يروح يتفرج على متحف جاير أندرسون خلف مسجد أحمد بن طولون. وأنا كنت من الزوار المستديمين لهذا المتحف وإلى مأذنة المسجد. ولو كملت مشي شوية هلاقي نفسي موجود في مسجدين أحدهم يعد فخر العمارة الإسلامية، مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي. لو في شوية حيل وصحة زيادة، ودي كانت موجودة في الطفولة، هتطلع شوية وتمشي هتوصل لقلعة صلاح الدين وتتفرج على اللاندسكيب بتاع القاهرة من الطراز بتاع قلعة صلاح الدين. وعلى ما أذكر إني بعد ما اتخرجت من معهد السينما عملت أنا وزميلي المخرج المتميز الأستاذ هاني رشين، وأنا صورت له فيلم الأراجوز. في التوقيت ده عملنا مجموعة من الأعمال التسجيلية عن الآثار الإسلامية في مصر، وكان منها مسجد صلاح الدين وقلعة صلاح الدين. وعلى ما أذكر أني أصريت وأنا بصور مسجد صلاح الدين أني أطلع إلى أعلى مأذنة المسجد وأصور لاندسكيب للقلعة من التوب أنجل اللي من أعلى المأذنة. وعلى ما أعتقد أن هاني في الوقت ده المجموعة بتاعة الأثريين اللي موجودين قالوا طلوع المأذنة خطر، يعني ممكن يبقى فيه أشياء مخيفة تلاقوها لأن المكان السلم مهجور ومحدش بيطلع فيه. فهاني قال لي ربنا يوفقك. هو كان حد دمه خفيف ولا زال يحتفظ بنفس السمة. قال لي ربنا يوفقك، ده معناه ان اطلع لوحدك اعمل الشوط اللي انت عايز تعمله. وكان ان طلعت لوحدي صورت لقطة انا بحبها لحد دلوقتي لما بفتكر اني عملتها لتوب انجل للمسجد وللقاهرة من اعلى مأذنة مسجد محمد علي او مسجد صلاح الدين في منطقة قلعة صلاح الدين. حسيت بإيه لما خدت اللقطة دي؟ ما خفتش وانت فوق؟ بس انا عارفة اللي بيحب خفت جدا التصوير وانا طالع، ولكن خبرة وحنكة احد من علموني. انا لسه كنت بحكي لزميلي اللي بيشارك حضرتك في الاعداد للبرنامج ان لما كتبت كتاب عن تكريمي في مهرجان اسكندرية عملت جزء خاص عن السادة اسطوات صناعة السينما. كان ده عنوان الشابتر ده، لان اتعلمت منهم بنفس القدر اللي اتعلمته من الاساتذه الكبار اساتذه المعهد العالي للسينما. في القصه بتاعتنا في قلعه صلاح الدين كان يوجد احد اساتذتي وهو الماشينيست الراحل الاسطى محمود شعبان. هذا الرجل الكبير شافني متردد بعد ما خوفونا من طلوع المأذنة، فكان هو طويل جدا وجسمه ضخم، احتواني بايده كده وقال لي
يلا يا ولدي يلا يا ولدي. انا اسف اني لخبطت الذاكره. هو كان الاسطى زكي الجبري، اسطى محمود الشعبان له روايه اخرى معايا وانا هحكيها برضو في البودكاست. الاسطى زكي الجبري قال لي يلا يا ولدي وطلع معايا، وهو زي ما أنا قلت كان حجمه كبير، يعني حجم سلم المأذنة صعب بالنسبة له، وطلع بالجنب، كانش قادر يطلع بجسمه منفرد كده، طلع بالجنب لحد ما وصلني وقال لي انا هسيبك تعمل اللقطة بتاعتك وابتدي انزل عشان انا هاخد وقت وانا نازل، مش عايز اعطل لكم التصوير. ده كان الاسطى زكي الجبري الله يرحمه. وطلعت وعملت اللقطة. الاسطى محمود شعبان وهو زميل الاسطى زكي الجبري عمل معايا موقف لازلت اذكره لكل زمايلنا الصغيرين دلوقتي، انه احتواني وانا بصور فيلم اسمه زوجة رجل مهم، وهو احد اهم الاعمال اللي بتكلم عليها لما بقول السي في بتاعي، بقول انا صورت الكتكات وزوجة رجل مهم وزهايمر والاراجوز وكده. ففي زوجة رجل مهم حصل خلاف مع المخرج الاستاذ محمد خان، وعلى اساسه انا كنت ناوي اسيب مكان التصوير وارجع القاهرة. كنا بنصور شقة مدام ميرفت امين في محافظة المنيا في الفيلم، في احداث الفيلم. فالاسطى محمود شاف الموقف ان انا دي نيتي، فبعد ما صورنا مشهد عملنا بريك، فالحاج محمود قال لي انا عايزك في كلمتين وانا محرج ان اتكلم قدام الاستاف، ممكن ننزل تحت شويه، تحت البيت. البيت كان في الدور الثاني. فنزلنا، اول ما طلعنا من باب الشقه حط ايده على كتفي برضو وقال لي نكته. قال لك ايه؟ تفتكرها؟ قال لي الحمد لله ان انت ضحكت. النكته تفتكرها؟ لا مش فاكر النكته لانها نكته قبيحه شويه. ف بعد ما ضحكت قال لي كويس انت ضحكت اقدر اتكلم معاك. نزلنا. ثانية يا دكتور، هو ليه الضحك بيعمل لنا فاصل كده لما بنكون مثلا مخنوقين او مضغوطين في شغل؟ ده فهمته بعدين، ان بعد ما ضحكت كأننا بنقلب صفحة. قال لي هكمل لحضرتك وبعدين هتكلم. قال لي الراجل اللي فوق ده راجل طيب. قبل ما يقول لي الراجل اللي فوق ده راجل طيب قال لي انا اول مرة اشتغل معاك، وهو كان بيشتغل معايا بترشيح الاستاذ محمد خان في الفيلم ده. انا كنت بشتغل مع حد تاني ابتدى معايا في اول حاجة عملتها بعد ما اتخرجت من المعهد، وفضلنا نشتغل سوا زمن طويل. فالحاج محمود اول مرة كان بيشتغل معايا قال لي انا بشتغل معاك للمرة الاولى ومتابع شغلك من اول ما ابتدينا، وانت عامل شغل حلو قوي، وشغلنا الحلو ده عايزين نكمله. الراجل اللي فوق ده راجل طيب بس هو عصبي شوية. قلت له تحت امرك يا حاج محمود، وطلعت كملت التصوير وما مشيتش، والسي في بتاعي بقى فيه فيلم اسمه زوجة رجل مهم بسبب خبرة وحنكة الاسطى محمود شعبان رحمه الله. فعشان كده انا بعتبر كل اسطوات الصناعة علموني، زي اساتذة معهد السينما، اساتذة الكبار عبد العزيز فهمي رحمه الله، دكتور رمسيس مرزوق رحمه الله، واسماء كبيرة قوي من كل اسماء اساتذة واستاف تدريس المعهد العالي للسينما اللي اتخرجت فيه منه سنة 1977. ده كده يوم طفولة. انا برضو هرجع لحتة ان للبوينت بتاعتي لما الاسطى قال لك نكتة وضحكت عليها. ليه الضحك بالنسبة لنا بيعمل كأنه غلاف بيتشال او ستار ظلام بيتشال، ونبدأ يعني الواحد لما بيضحك يقول احكي لي بقى، بياخد نفسه بقى احكي لي بقى ليه بقى؟ إجابة سؤال حضرتك كانت في الحكاية لما كملتها. تفتكري وانا نازل متجهم الملامح ومتنرفز على الاخر، لو كان قال لي عايزين نكمل انا كنت هكمل؟ ولا المدخل اللي هو دخل لي منه فكرة انه يضحكني فتنفرج اساريري كما يقال في اللغة العربية، وبعدين قال لي المعلومة تقبلتها، لكن يمكن قبل ما اضحك ما كنتش اتقبل المعلومة
وكنت هصر على وجهة نظري، وكنت هركب اول قطر راجع على القاهرة، وما يبقاش فيه في CV محسن احمد زوجة رجل مهم. الله يرحمه الحاج محمود شعبان. احنا كده خدنا يوم طفولة، يوم في المعهد. المعهد العالي للسينما احد اهم الاماكن الى قلبي، ويمكن الغلط الوحيد اللي بعتبر نفسي ارتكبته في حق نفسي هو اني استقلت من اني اكون احد اصطف هيئة التدريس في المعهد العالي للسينما في منتصف التسعينات، لان في التوقيت ده ما كانش عندي القدرة على التوفيق ما بين العمل الخاص كمدير تصوير في السينما المصرية والعمل كمعيد في المعهد العالي للسينما. وفي الوقت ده اخترت التصوير وسبت التدريس في المعهد العالي للسينما. يمكن لما كبرت ووصلت لمرحلة اني ما بقيتش امارس التصوير في الوقت الحالي، كنت اتمنى ان اكون لسه احد فريق العمل في التدريس في معهد السينما، عشان انقل خبرات سنوات طويلة لزملاء جدد، عشان المستقبل بتاع فن التصوير في مصر يبقى احسن من الحاضر الحالي والماضي اللي قبليه، لان نقل الخبرات هو اللي بيرفع المستوى. بعد ما اتخرجت من المعهد وشغال مدير تصوير عالمي بقى وبتصور هنا وهنا، يوم شباب كان بيمشي ازاي بقى لما بتخرج مع صحابك والتنطيط بقى؟ الذنوب اللي الواحد ارتكبها في الماضي اكيد بيسأل نفسه عنها لما يكبر. فانا ما كنتش احب ان يبقى عندي رصيد من الذنوب على قد ما كنت احب قوي ان يبقى عندي رصيد كبير من الحسنات. طب يعني كان ايه اللي يخليها ذنوب يا دكتور؟ ما هي طبيعة الشغل كده، طبيعة المجال اللي احنا فيه كده. يعني مع حضرتك اصل شكلك حلو ولبق وانسان ومشاعر، وبتدي كم كبير من الحب اللي اي حد بيكون محتاجه في الدنيا دي كلها. فليه كم من الذنوب؟ ليه تفهمها كده؟ انا مش فاهماها. اتمنى انها ما تبقى زي ما حضرتك بتوصفي كده انها بالذنوب، ولكن الانسان بيسعى انه لما يجي عليه وقت في وقت الحساب يبقى صحيفته بيضة بلا اي شيء ممكن يشار اليه انه ذنب. ده اي انسان اكيد بيتمناه، وبالذات لما العمر يمتد وتكبري في الوقت ده بتفكري بشكل مختلف عن مرحلة الشباب. ما هو مبرر وانت صغيرة مش مبرر وانت كبيرة. ممكن تكون مراحل النضوج كده. يعني انا مش ضليع قوي، ولكن هي محتاجة حد اكثر خبرة انه يشرح الفرق. واكيد لان ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، اكيد كل المبررات وكل الاشياء التي تنقي الانسان من ذنوبه اكيد ربنا سبحانه وتعالى بميزان عدله اكيد هي في حسابه. فالحمد لله بنأمل ان انا شخصيا بقول الحمد لله كثيرا ان عشت حياة جميلة جدا، وفي نفس الوقت اتمنى اني اعيش في جنة الرضوان بعد الانتقال الى العالم الاخر باذن الله. اخر يوم بقى هو اليوم الرابع. يوم دلوقتي ماشي، محسن احمد كان شاب كده وامور وروش في كل حاجه، ومحسن احمد في المعهد، محسن احمد طفل دلوقتي. محسن احمد اصيب بجلطة قلبية نتيجة الافراط الغير عادي في ساعات العمل وفي الاهتمام بفن التصوير اكتر من اللازم، اللي استغرق وقته وحياته واصابه في جلطة قلبية. لم يتعظ في الوقت ده واستمر يعمل بنفس الاسلوب الى ان تحولت جلطة القلب الى جلطة في المخ، اصابته بنوع من الخلل في حركة الجانب الايمن، وابتعد عن العمل. بعد ما ربنا منحه الشفاء هو بيفتقد وجوده خلف كاميرا التصوير وعمله المحبب إلى نفسه، مع كل ما هو محيط بمناخ العمل السينمائي في الوقت الحالي ونظرة
الأعمال التي تقدم في الوقت الحالي اللي هو يحب يشتغل فيها، هذا الابتعاد بيشوفوا انه اصعب من المرض. المرض كان شيء سهل، ابتلاء من الله عز وجل، هو بيقول عليه الحمد لله، ولكن الاصعب منه انه يقعد في البيت ما ينزلش يصور. يعني ده شيء شديد القسوة. هتقولي لي هو ممكن يفرح ازاي لما يتاح له انه يبقى واقف ورا كاميرا بيبدع صورة جديدة؟ هنا هيبقى مبسوط وسعيد ويستعيد شبابه وطفولته. كان في حاجة حضرتك منزلها على الفيسبوك: يأخذني الشوق حينما أقف خلف كاميرا تصور. يعني وزميلنا صديقنا زميل حضرتك وهو بيعد السيت اب للتصوير، انا واقف بتغزل في المعدات وقاعد ابص على المعدات واساله المعده دي اسمها ايه، الريزوليوشن بتاعها قد ايه، ممكن تصور ايه. فده طول الوقت الهاجس الشخصي بتاعك. انا يمكن في مكتبي هنا باجي ايام كتيره ما ورايش حاجه، انا النهارده جاي عشان عارف ان انتوا جايين وهنعمل هذا اللقاء. انا كتير باجي عشان اخش غرفه معداتي ابص على كاميرات السينما، المكان اللي اتعودت اكون موجود فيه طول الوقت. يمكن بعد تطور تقنيات التصوير، احنا زمان كنا بنصور بكاميرا مفيش حاجه اسمها مونيتور وان في صوره تبقى طالعه، كانت الكاميرا والمتحكم في شكل الصوره هو الكاميرا مان بس. وبيحضرني في المقام ده ذكرى مع استاذ كبير اسمه المخرج القدير الراحل الاستاذ صلاح ابو سيف رحمه الله. اثناء تصوير فيلم البدايه مع الاستاذ صلاح ابو سيف، الاستاذ القدير اللي من بق الاستاذ عمر الشريف شخصيا ليا في حوار خاص قال لي انه لو كان بيمتلك لغات اجنبيه كان يبقى احد الممثلين اللي بينافسوا على جوائز الاوسكار العالميه. الكلام ده كان عن الفنان القدير رحمه الله الاستاذ احمد زكي من فم الاستاذ عمر الشريف ليا واحنا بنصور فيلم الاراجوز. ده كان تقدير عمر الشريف لفن وقدرات المرحوم احمد زكي رحمه الله. في فيلم البدايه الاستاذ احمد طلب من الاستاذ صلاح انه يعيد احد اللقطات. الاستاذ احمد كان بيحب تملي انه يصل بالجوده الى اخرها، فمن وجهه نظره كان شايف انه ممكن يأدي بشكل احسن. كان رد الاستاذ صلاح قال له يا احمد اللقطه كويسه جدا وانا كمخرج شايفها كويسه جدا مش محتاج اعيد. الوحيد اللي لو قال لي نعيد هقول له حاضر الولد الصغير ده، وشاور عليا قال له لانه هو اللي بيصور فهو اللي شايف، فهو الحكم على اللقطه، لو شايف انها محتاجه تتعاد نعيد لان ده قراره، انما غير كده كأداء تمثيلي انا متحكم فيه وشايفه بعينيا وعقلي وشايف انه جيد جدا وانا مش محتاج اعيد تاني. بتجرين انت الذكريات مع ناس كنت بتمنى ان العمر يطول بيهم لانهم كلهم اساتذه رحمهم الله. انا مش بجرك ولا اي حاجه، بس هو في كده باشون غير عادي ومزيج من الاسئله الكتير، مش عارفه ابدا منين ولا منين غير اللي جوايا اللي انا عايزه اساله. اول مره حبيت؟ طيب ده اسئله من جوايا دي على فكرة. بتحرجني قدام زميل. زي اي انسان عادي حبيت وانا طفل، اكيد زمايل المدرسه. انا كنت في مدرسه حسن باشا طاهر الابتدائيه في منطقه بركه الفيل في السيده زينب، وهي كانت مدرسه بنات وبعدين عملوها مدرسه مشتركه، فكان الفصل فيه تقريبا حاجه و30 بنت وحوالي 12-13 ولد، فغصب عننا كنا جنات من غير ما نقصد،
يعني العدد بيخلي الولاد أقل، فإذا هو هدف لكل زميلاته. فالحمد لله كنت هدف للكم الأكبر من الزميلات. فالحمد لله على الوقت الجميل ده، وكلهم إخوات أعزاء. أنا بكون سعيد جدا لما بيصادفني ألاقي ست كبيرة بتندهلي وتقول لي فلانة أنت ناسيني، أنا كنت زميلتك في مدرسة كذا كذا. طبعا أنا في مخيلتي شكلهم وهم أطفال جمال جدا بمريالة المدرسة التيل نادية بتاعت زمان، ولكن هم دلوقتي أصبحوا أمهات والزمن رسم خطوطه على وجوههم، فهم مش بنفس الحلاوة والجمال بتاع الطفولة. فببقى سعيد جدا لما بشوفهم في الوقت الحالي وبتذكر الطفولة الجميلة اللي الواحد عاشها، يعني الحمد لله. بتحس بإيه لما حد يوقفك في الشارع ويتكلم معاك ويرجعك للذكريات دي؟ إحساس شديد الجمال. من أيام قليلة مارست تعليمات الطبيب الألماني اللي عالجني في ألمانيا، إني ما اعتمدش على العربية والسواق طول الوقت، وأحاول أتنقل بوسائل النقل العام. هو عايزني أتحرك لأن الحركة مفيدة ليا. فرجعت من المعادي للسيدة زينب من خلال المترو، واضطريت إن أمشي من محطة سعد زغلول لشارع بورسعيد حيث منزل الأسرة. فأثناء المشي أنا تملي بمشي عينيا بتشوف سينما، بتفرج على شكل البيوت القديمة وعلى شكل الناس والبشر، لو في حوار بتصنت واسمعه، لأن ده كل مفيد لأي حد بيشتغل في الدراما. فسمعت حوار بين راجل ريفي مرتدي جلباب ولاسة وطاقية وشكله كده باشا وبيكلم حد قدامه، فأنا عديت في النص. فلما عديت اضطريت أقول أنا آسف، قطعت مجال الرؤية والحوار بين الاتنين. فبقول له أنا آسف يا حاج. قال لي أنت آسف ليه؟ حضرتك مش آسف، اتفضل حضرتك منورنا ومنور المنطقة. قلت له ألف شكر. قال لي ربنا يعفو عنك وتخف وترجع تفرجنا على الأعمال الحلوة اللي كنا بنتفرج عليها ليك. ربنا يديك الصحة والعافية عشان ترجع تعمل لنا شغل حلو زي زمان. هو قال لي الجملتين دول وأنا ما كملتش مشي، كملت طيران، لأنه المعنى وصل جوايا. إذا كان كل اللي أنت قدمته، أنا راجل مصور، لا أنا ممثل ولا نجم سينمائي. كل اللي عملته إني طلعت في برنامج، استضافوني في أحد الحلقات، قدمت حلقة في نادي السينما مع مدام سلمى الشماعة مثلا، أو درية شرف الدين، أنا بتلخبط الذاكرة معلش. إن مواطن عادي شكله العام إنه مواطن بسيط يقول لي أعمالك الحلوة اللي كنت بتعملها، ده إن أنت عملت في إنجازك شيء وصل لعقل وقلب الناس. فده شيء يهيأ لي إن لو طلبت الدكتور المعالج في ألمانيا وحكيته له هيقول لي ده أهم من كل الأدوية اللي اديناها لك. ايه سبب ان حضرتك دخلت في وعكة صحية غريبة قوي كده؟ كان في اكيد تراكمات قبلها، ايه سببها؟ الإفراط في العمل بشكل غير آدمي. يعني أنا لو كان بيبقى عندي تصوير لشيء بسيط، فيديو كليب مثلا، غير معاينات أماكن التصوير وممارسة التصوير بكل دقة، المتابعة أثناء الإنجاز. أنا كنت بنقل المادة المصورة على شرائط، على أكتر من شريط فيديو كاسيت، واجي على أكتر من جهاز أعمل مقارنات بين اللقطات وعشان أختار الأجود، وابتدي أكتب ريبورت اللقطة رقم كذا بتايم كود رقم كذا
من الثانية رقم كذا للثانية رقم كذا، واروح للمونتاج وانا عندي فايل فيه العمل مترتب بالكامل بالثواني. فهذا الافراط في تناول العمل، انك تحضر كتير وتشتغل ساعات عمل كتير وبكل دقة وصرامة اثناء العمل، ده اللي وصلني لجلطة قلب 3 جلطة مخ. ولا بقى ما انصحش حد انه يعمل زيي، يعني لازم تشتغل وتحب شغلك ولكن بوعي وبعقل. وزمان كنا بنسمع من اهالينا جملة ما اعتقدش ان كتير مننا بياخد باله منها: ان لبدنك عليك حق. ساعات نومك مهمة قوي انها تبقى ساعات النوم اللي المفروض انك تنامها، وعقلك يجب ان يتوقف عن العمل عدد الساعات التي تؤهله انه يعمل مرة اخرى. ما تجهدش نفسك اكتر من اللازم. الحاجة فاطمة والدتي رحمها الله قالت لي مرة اسماء بعض الاشخاص، قلت لها فلان ده يا حاجة ده مساعد التصوير اللي بيشتغل معايا. قالت لي انت بتكلمه وانت نايم. قلت لها ازاي؟ قالت لي مرة سمعتك بتقول له احنا فاتحين كام يا بدوي. والدتي ست أمية، يعني لا دارسة علوم ولا دارسة تصوير. فاتحين كام يعني فاتحين عدسة الكاميرا المانيوال على فتحة عدسة رقم كام، لأن براجع شغلي وأنا بصور طبقا للصورة اللي أنا شايفها. فوأنا نايم بتكلم معاه بقول نفس الحوار اللي سمعته الحاجة فاطمة رحمة الله عليها. فده كان أسلوبي في تناول العمل اللي أنا بشتغل فيه. الحياة فيه طول الوقت وأنت صاحي وأنت نايم. تنصحنا بإيه؟ أنصحكم بأنكم في المرحلة العمرية اللي انتوا فيها تجتهدوا بقدر الإمكان، لأن هو ده التوقيت اللي تقدروا تشتغلوا فيه. ودي نصيحتي لكل حد بقابله: اعمل كل اللي انت بتحبه دلوقتي، لأنه هيجي عليك وقت هتلاقي نفسك بدنك ما عندوش القدرة انه يعمله، كل الظروف المحيطة تحول دون عمله. فدلوقتي اعمل كل اللي انت عايزه. لو انت عايز تصور صحاري مصر روح وصور، اما تكبر مش تقدر تعمل ده. قريب قوي انا كنت في رحلة في واحد سيوة، وواحد سيوة انا صورت فيها كسكند يونت احد الافلام المصرية الانجليزية المشتركة، كان اسمه اوت اوف تايم، اخراج المخرج السوري اللي كان مقيم في فرنسا الاستاذ انور الاوادري. كنت انا مصور الوحدة التانية، وكان في مدير تصوير انجليزي للوحدة الاولى. الوحدة التانية كنت انا المصور، وكان بيشاركني المخرج الاستاذ شريف عرفة كمخرج للقطات الوحدة التانية. فانا حافظ اماكن كتيرة قوي في سيوة، كنت رايح الرحلة دي عشان استرجع ذكرياتي في الاماكن دي. اللي عايز اقوله لك ان انا لما رحنا الرحلة وبقيت في اماكن قريبة من هذه الاماكن ما قدرتش اطلعها عشان دي مطالع لجبال وحاجة فوق جبل، والحالة الصحية الحالية ما تخلينيش اقدر امشي المطلع ده وانزله، فمش هقدر اطلع في الوقت ده. لكن وانا صغير طلعت مرة واثنين وثلاثة وعشرة. فوانتوا صغيرين اعملوا كل اللي بتحلموا بيه، اما تكبروا مش هتقدروا تعملوه. السبب ان حضرتك وصلت للوعكة الصحية دي ما كنتش بتحب نفسك؟ انا سعيد بالسؤال واجابته مختصرة جدا. كنت بحب شغلي اكتر من نفسي. حب النفس شايفه انانية؟ لا، بس الاعتدال سمة لازم الانسان يتحلى بيها. انا مع حب الشغل، حبه اكتر حاجة في الدنيا، وحب نفسك في نفس الوقت اكتر حاجة في الدنيا. الحب كان في شغلك هو الحل؟ كنت بتشوف مثلا كادرات التصوير ازاي؟ كنت الاول لازم يعني كادرات تصوير عالمية بنشوفها،
ايه اللي كان بيكون متكون في الخلفية اللي احنا مش شايفينها عشان يطلع لنا الجمال ده؟ فاكيد كنت بتحب الكادر اللي بتطلعه، او كنت بتحب الحاجة اللي بتعملها. فايه السبب ان هو يطلع كده؟ اكيد هو الحب. من منطلق الحب هجاوب عليكي كعاشق لفن التصوير. هضرب لك مثل تقدري تفسري بيه شخصية محسن أحمد كعاشق لفن التصوير. محسن أحمد مسافر لندن عشان يعمل تلسين لأحد الأغاني المصورة في أحد الاستوديوهات هناك لندن، وفي ماركان سبنسر وC&A ومليون متجر ومحل للملابس الجديدة والكل صيحات الموضة في العالم. محسن أحمد بيفكر أولا إن كل الفلوس اللي معاه يروح أماكن بيع إكسسوارات معدات التصوير أولا عشان يخلص مشتريات التصوير اللي هو حابب إنها تكون ضمن أدواته قبل ما يفكر هو يشتري إيه يلبسه أو يجيبه كهدية لحد بيحبه من أسرته. كل فلوسك كانت على اكسسوارات الكاميرات والمعدات. بالظبط. الكاميرا كانت عشق بالنسبة لك. كانت وما زالت وستظل. أعشقك أيتها الكاميرا السوداء. وأتمنى أن أتواجد معك طول العمر، وأتمنى أني أكتب في وصيتي أن أحد كاميرات مكتبي تنزل معايا القبر. بعد الشر يا دكتور، ربنا يدي لك طولة العمر يا رب. كلنا كل أجل كتاب وكل نفس ذائقة الموت، وأنا مسلم ومؤمن بقضاء الله وقدره، فالحمد لله واحنا عايشين والحمد لله واحنا متوفيين. كنت بتتعامل ازاي يا دكتور في اللوكيشن؟ احد الدروس اديتهولي الفنانة القديرة الراحلة مدام رجاء الجداوي. انا كنت بحب شغلي اكتر من اللازم بحد القسوة على نفسي، فتخيلي على الاخرين. فكنت حد جدا. في احد المرات بنصور في ريسبشن فندق شيراتون المنتزه، احد الافلام، وكان بطولة الفنانة القديرة المحبوبة الاستاذة ليلى علوي، ومدام رجاء كانت احد ابطال هذا العمل. فبنعد اللقطة في الريسبشن، وكان في الوقت ده في شورت في معدات التوازن ما بين الإضاءة النهارية اللي موجودة خارج الاستوديو والإضاءة المتاحة جوه بهو الاستوديو. في الوقت ده كان الصرف على المعدات في صناعة السينما بياخد حيز قليل قوي من ميزانية الأعمال، فبالتالي المعدات المطلوبة أكتر من البند المتاح لدفع ثمن إيجارها، وبالتالي المعدات فيها نقص. أنا حيران إزاي هعمل اللقطة بالشكل اللي أنا عايز أعمله وفي نفس الوقت المعدات مش موجودة. فماشي متوتر وبفكر في حلول. فالأستاذة ليلى جت وصلت اللوكيشن، فأول ما دخلت كنت أنا أول واحد في وشها، فقالت لي بابتسامة جميلة زي ابتسامتها المعهودة: صباح الخير يا محسن مثلا. فأنا رديت بتجهم. الست زعلت ويبدو إنها بان عليها التأثر إن أنا رديت بالتجهم ده، وطلعت الأوضة اللي هتغير فيها الملابس وهي زعلانة. اللي شافت ده مدام رجاء. فلقيت واحدة بتقرب مني وقالت لي: أنا في سن أختك الكبيرة، وحطت إيدها على كتفي. أنا مش عارف ليه تملي أي حد بيديني نصيحة بيحط إيده على كتفي. قالت لي: عايز أقول لك كلمتين. قلت لها: اتفضلي يا فندم. قالت لي: إحنا بنحب ضحكتك، ليه بتقابلنا وأنت مكشر كده؟ فهمت وقتها إن جزء كبير قوي من قيمة عملك كمصور حالة الممثل اللي واقف قدام الكاميرا. ما ينفعش يشوفك مبوز أو مكشر أو عصبي وهو بيعمل مشهد كوميدي.
ففهمت، قالت لي انت زعلت ليلى. فطبعا بادرت جري ان طلعت ليلى في الاوضه اللي بتعمل فيها الميك اب، واعتذرت لها ونزلنا سوا وصورنا المشهد واتعلمت كتير قوي. الله يرحمها مدام رجاء علمتني كتير قوي في المشهد ده. بعد كده بقيت افصل ما بين حالتي الخاصه وحالتي قدام اي حد بتعامل معاه هيقف قدام الكاميرا. فبعتذر لزملائي فريق العمل، لان احنا كلنا ورا الكاميرا، ان كنت ببقى عصبي جدا وانا بشتغل. لو حد فيهم زعلان مني يا ريته يغفر لي ده، ويغفر لي بالكواليتي اللي احنا عملناها على الشاشة وخلانا كلنا في المكانة ان الناس بتقول علينا شغلنا كان حلو جدا. بتتعامل ازاي مع اخواتك، عيلتك، ليلى ومصطفى؟ يعني انا اقلهم في ابداء مشاعر الحب، وهم كلهم ابدوا ليا مشاعر الحب اكتر مما هو متخيل او متوقع، وكلهم بوجه لهم الشكر، لان اخواتي بما فيهم اختي اللي اصغر مني هي استاذ دكتور في المركز القومي للبحوث، اصغر مني سنا ولكنها بمثابة والدتي، واختي الكبيرة ربتني، واخويا الكبير سيادة اللواء محمد احمد اللواء متقاعد وكان في سلاح المدرعات، هو رباني بصرامة الاخ الاكبر، ويمكن بسببه كنت متفوق دراسيا ووصلت اني بقيت احد اصطف التدريس في المعهد العالي للسينما. اتخرجت بامتياز وكنت اصطف تدريس في معهد السينما. التعامل برضو كنت بتتعامل معهم ازاي؟ يعني هو حضرتك فقدت الاب في سن صغير، في رابعة ابتدائي. رابعة ابتدائي. الام كانت بالنسبة لك كل حاجة، هي كل شيء. اتعلمت منها ايه؟ اتعلمت ان اعرف يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى بيمنح القدرة حتى الى ابسط الناس. والدتي كانت ست امية ولكنها ربطنا بميزانية محدودة جدا بعد وفاة الوالد، وخرجت لواء في الجيش المصري، اختي الكبيرة اداب انجليش، اختي الصغيرة استاذ دكتور في المركز القومي للبحوث، اخويا المتوسط رحمه الله مصطفى المسمى على اسمه ابني مصطفى، كان في احد المواقع المهمة في جامعة الازهر، والعبد لله مدير التصوير السينمائي المتواضع الدكتور محسن احمد. فقبل ما حضرتك تبتدي تاني، الف رحمة ونور عليك يا حاجة فاطمة. الحب على ايامكم زمان غير الحب الايام دي. الحب زمان كان فيه عشرة، كان فيه علاقات بتكمل كصداقة، كحوار، حتى كأي حاجة بتكمل فيها حب. اما دلوقتي لا. ليه كده؟ وبالنسبة لحضرتك شايفه ايه؟ وده يتعالج ازاي؟ انا هخلي المتلقي اللي بيشوف البرنامج بتاع حضرتك دلوقتي اللي بتسجل ان الاستاذة بتقول السؤال والاجابة في نفس الوقت. انا بشكرك انك تملي بتدي مفتاح الاجابة للجست اللي انت بتسجلي معاه. زمان ودلوقتي مشاعر باللقاء المباشر، بتقابلي اختك بتاخدك بالحضن وتبقوا المسافة بينكم مليمترات، وتحط ايديها على كتفك وتحتضنك. دلوقتي الجيل الجديد بيقابلوا بعض ازاي، بيتكلموا ازاي؟ من خلال الشات على الانترنت او وسائل التواصل الحديثة، كلها لقاءات عبر الأسير، لا فيها رؤية مباشرة ولا فيها مشاعر بتتنقل. يعني أنا نفسي حد يعمل دراسة عن الحضن اللي بين الأم وولادها، والفرق بينه وبين المشاعر اللي موجودة في الزمن الحالي. لو الأم دي بتكلم أولادها اللي هم على بعد آلاف الأميال في بلد تاني وشايفاهم صوت وصورة، ولكن مشاعر الدفء المباشر مش موجودة. السلام بالإيد ده شيء عظيم، لازم يتعمل دراسة
ايه اللي بيتنقل كمشاعر لما ايدك بتمسك ايد حد بتحبه بجد. فده الفرق بين ده وده. اللمس يعني ليه تأثير، الحضن ليه اللقاء تأثير. المباشر، اللقاء المباشر، اللقاء اللي على الهوا ده وعبره الأسير هو بيحقق شيء ولكنه لا يحقق كل شيء. السوشيال ميديا يعني ليها تأثير. تأثير سلبي، لأنه أنت بتشوف ابنك اللي عايش في بلد تانية بيدرس أو حاجة، بتشوفه صوت وصورة، لكن بتلمسه لأ، بتحضنه ويبقى جوه قلبك لأ. القراءة بالنسبة لمحسن أحمد إيه؟ هي الوعي والمخزون الثقافي اللي فضل عايش جوانا، ولا زال الكتاب بالنسبة لي أهم عشرات المرات من القراءة الإلكترونية على شاشة التابلت أو الموبايل. أنا كل فيلم اشتغلت فيه مؤخرا كنت بطلب إنه يبعتولي النسخة الورقية من السيناريو. يقول لي مثلا مدير الإنتاج المسؤول ما أنا بعتهولك PDF، أقول له من فضلك اطبعه ولو على حسابي الشخصي عشان أنا بحب أقرأ. فإن نسخة العمل تبقى في إيديكي وتقري كلام وتكتبي بالقلم الرصاص ملحوظات على المشاهد اللي انت ناوية تصوريها، ده شيء بالنسبة لي شديد الأهمية على إن أقرأ مشهد مكتوب على تابلت أو شاشة كمبيوتر أو موبايل. كنت بتقرأ إيه أنت وصغير لو تفتكر؟ إيه الكتب اللي أهلتك غير الأجواء؟ في البدايات كنت مغرم زي كل شباب جيلي بروايات أرسين لوبين، روايات البوليسية اللي فيها مغامرات، وقبليهم طبعا مجلة سمير وميكي، دي عاشت عمر معانا. ولكن لما كبرت قدرت استوعب ان اقرا عبقريات عباس محمود العقاد، اقرا رواية كاتبها كاتب بقامة الدكتور طه حسين، اقرا اعمال للفيلسوف الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس. يعني الحمد لله. ومن اكتر الحاجات اللي بتسعدني استمرارية معرض القاهرة للكتاب لحد هذا العام، رغم اني ما قدرتش لظروف صحية خاصة ان اروح دورة هذا العام، لكني كنت دائم على الذهاب لدورات معهد القاهرة للكتاب اللي بتمنى له الاستمرار الى نهاية الحياة. تنصح الشباب بإيه؟ بالاعتدال ما بين الموروث الثقافي في الماضي والموروث الثقافي الحالي، وان احنا نفكر بطبيعتنا وطبيعة بلادنا والجغرافيا بتاعتنا. احنا مولودين في مصر في بلد ذات تراث حضاري عريق وعظيم، فعلينا ان احنا نفكر ان احنا اجدادنا صنعوا التاريخ في الماضي، ويتعجب العالم من صنعهم للتاريخ. انت دلوقتي كل حد من الاجيال الحديثة بيدور على ريفرنس اجنبي يعمل زيه. انا عايز اقول له فكر ازاي تعمل احسن منه، لان انت صاحب حضارة احسن من اللي عمل الريفرنس ده. بتمنى اكون افدتكم. حضرتك كنت في مرة عامل زي الغزال المجروح، لما بتكون مجروح في رجلك كنت بتقفز لأعلى في فترة من فترات حياتك؟ انا عجبني التعبير تملي، كنت دائم القفز الى اعلى، وكان الطموح تملي اكبر من القدرة على تحقيقه. ودي سمة الناس اللي بيوصلوا للنجاح، ان تملي ما تحط السقف للطموح. يعني انا تملي لما كان حد بيجي في مجال التصوير يقول لي هنعمل صورة زي دي ويجيب لي ريفرنس اجنبي، اقول له هنعمل احسن منها. فتعلية سقف الطموح يخليك تبذل من الجهد اللي يخليك تقدر توصل له. ايه واقع كلمة الإنسان عدو بما يجهل؟
ليه احنا اي حاجة صعبة بالنسبة لنا بنتجاهلها او بنكون عدوين ليها؟ لان ما عندناش الحماس للوصول لستيب او درجة اعلى من المتاح. هو الحماس بالنسبة لمحسن احمد ايه؟ ان كل شيء بفضل ربنا سبحانه وتعالى تقدر توصل له. الشغف. الشغف جزء وأداة كبيرة قوي من أدوات تحقيق الحلم. إن لم تجد شيء تستيقظ لأجله وجدت شيء تعيش لأجله. الحياة فيها الكثير اللي المفروض تفكر إنك تعيش لأجله. يعني مثلا حد في حالتي مؤكد إن عندي طفلين أعمارهم 12 و10 سنين، عندي شغف إني أكون متواجد عشان أساعدهم في تحقيق أحلامهم من المستقبل. العظمة كانت في حياتك عاملة إزاي؟ كنت بستاء جدا لما يتم وصفي بالمصور العظيم في الكتابات أو في التقديم، لأني على طول بعمل مقاطعة للقائل، بقول له العظمة لله وحده. كلمة العظيم من وجهة نظري لا تطلق إلا على ربنا سبحانه وتعالى. أنا هكون لو حبيتي تقولي لي وصف محسن أحمد فأقول مدير التصوير المجتهد، لأني بجتهد إني أكون تملي أقدم أحسن مما قدمت قبل كده. هعيد برضو السؤال تاني، إن لم تجد شيء تعيش لأجله يجب أن تجد شيء تموت لأجله. أموت لأجله؟ الشيء اللي ممكن أموت لأجله الابن والعرض والوطن. الأرض والعرض والوطن. الأرض اللي هي الوطن يعني. الأرض والعرض يعني هما الأشياء اللي ممكن الإنسان يتنازل عن حياته عشانهم. يعني الحاجة يعني إن لم تجد شيء تعيش لأجله أجد شيء تموت لأجله، هي الوطن والعرض الوطن والعرض. الوطن والعرض والابن. ما هو الابن هو العرض، يعني جزء العرض هو الابن. ابنك أو بنتك هم عرضك. ده المقصود بالعرض من وجهة نظري. الثراء. الثراء أداة من أدوات الشيطان في تدمير الحياة، لأن الرضا أنا برضو هجيب سيرته. العم جابر، هذا الرجل المصري البسيط الذي يرتدي جلباب ولاسة وكوفية وبلطو. هذا العم جابر يأتي إلى شارع محمد عناية في السيدة زينب ويقوم بعمل شاق جدا، وهو غسيل وتنظيف سلالم العمارات. وهو بالنسبة لي نموذج أعلى في الحياة. عمل شاق لا يتأتى مع سنه في الوضع الحالي، بيعمله بمنتهى الجدية والإتقان. وفي نفس الوقت شغلتي كمخرج ومصور اني تملي اتأمل واشوف ماذا يحدث في الحياة، اتأمل جمال العمارة القديمة واتأمل البشر وسلوكهم. العم جابر ينتهي من العمل بيمسح سلالم العمارات ومروح عم جابر يعيد ارتداء ملابسه كما لو كان أحد كبار نجوم السينما في العالم، بطلة شديدة الجمال والشياكة والابتسامة اللي مرسومة على الوجه. لما أقول له مع السلامة يا عم جابر، الرد بابتسامة عريضة جدا ونوع من الرضا صعب جدا. على طول بيتسلل ليا مشاعر ان الراجل ده ربنا راضي عنه، لانه هذا العمل الشاق المجهد الغير لائق بسن راجل كبير زي ده بيعمله وبيخرج منه برضا نفس وهذه الابتسامة
وهذه الملامح الجميلة ده معناها ان ربنا راضي عنه ومديله رضا النفس. وتملي بقول لأصدقائي في الحي لو عايزين تعرفوا يعني ايه رضا ربنا سبحانه وتعالى على العبد فبصوا على عم جابر. هذا هو العم جابر، ربنا يديله الصحة. الرضا المحسن أحمد العم جابر، مظبوط كده؟ نموذج الرضا، نموذج لرضا ربنا على عبد من عباده. الأب القدوة بالنسبة لك. والله أنا فوجئت بأحد المنظمات المسيحية عاملة حفلة وإني دعيت للتكريم كأحد المكرمين، وبقيت قاعد مش عارف هيكرموني عن شغلي كمصور ولا عن إيه. ففوجئت بإنه تكريم للأب القدوة، واتبسطت جدا من منطوق رسالة التكريم، وأتمنى إني أكون كما هو مكتوب في منطوق رسالة التكريم. أنا بتمنى أن أكون أب قدوة، وإن ولادي في حياتي وبعد مماتي يكونوا من الصالحين بإذن الله. كلمة الأب وقعها على ودانك إيه؟ أجمل ما بسمع في رسائل مصطفى وليلى بحبك أوي يا بابا، بتكاد تعادل بالنسبة لي كنوز الدنيا. أنا بحبك أوي دي بتتسلل لكل قطرة دم جوه جسمي. حب الأبناء يختلف عن حب أو أي نوع حب تاني. بيختلف بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. الابن بالنسبة للأب ممكن تبقى اللقمة على طرف بقك وتحس ان هو بيشتهيها فهتفضله على نفسك، ده الأب. أما عن حب الأم لأولادها فده محتاج عبقرة علم النفس عشان يتكلموا عنه. ده مثل لقدرة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، هو حب الأم لأطفالها. حب الأم ده شيء صعب جدا إنسان يعرف يحلله، شيء إلهي، حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الأم هي أعظم كائن في الوجود. رغم أني رجل ولكني أعترف وأقر أن الأم هي أعظم شيء في الوجود. بتعوض أولادك بالحب الأب اللي كنت عايز تعيشه؟ بتمنى. صعب جدا أي إنسان يقدر يكون زي أهله، ولكن يكفي شرف المحاولة. أنا بحاول بقدر المستطاع إن أكون أب فاضل. بس ما تسمحي لي أعتذرلك إن عملت غلطة وأنا بتوضى عشان أصلي صلاة الظهر، إن قلعت النضارة، فممكن تكون ركور إني صورت في الجزء الأولاني بالنضارة وفي هذا الجزء من غير نضارة. يا ريت تقبلي اعتذاري. وهو كان بسبب إني أدي صلاة الظهر، فالحمد لله السبب أقوى من الخطأ. شكرا لحضرتك. وعايز أسألك سؤال متهيألي أنت هتجاوبي عنه أكتر من قدرتي على الإجابة. ليه تملي تصوير السيدات أحلى من تصوير الرجال؟ لو الست بيصورها ولد هيطلعها أجمل حاجة في الكون، لأن هو هيشوفه بمنظوره هو، من عينيه هو، لأن هو شايف الست أجمل حاجة، ودي بالنسبة له أجمل حاجة. أما لو بتصورها بنت فهي شايفاها عادي، بنوتة زيها، فتطلعها عادية. أما بقى للست، الست دي حاجة جميلة قوي. يعني لما بتتكلم بتطلع لقالق بمعنى الأصح، لما بتعمل رياكشنات غريبة في وشها أو تعمل اتيتيود معين بيطلع منها حاجة مختلفة. فهي حتى لو اتنفست بيكون في اختلاف، بيكون في اتراكتيف كده غريب طالع منها. بس هقولك وجهة نظر العلم، علم التصوير. انت جاوبتي بمنظور انساني يكاد يكون صح 100%. منظور العلم لو رجعنا
لكل كتب دراسات التكوين في الفن التشكيلي، فهنكتشف ان كل خطوط الجمال في الفن التشكيلي مستوحاة من شكل جسد المرأة. فالمرأة هي نموذج الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه، ومنها الدارسين اكتشفوا خطوط الجمال، الانحناءات اللي في جسد المرأة، وقالوا على الخط ده هو خط الجمال في الفن التشكيلي، ليس الخط المستقيم او المستوي او المنضبط، بل الخط الكيرفد اللي واخد كيرف، اللي هو متواجد في جسد المرأة، وهو مرجع لخطوط الجمال في الفن التشكيلي. ده رأي العلم في جمال المرأة، لماذا هي مميزة عن الرجل في التصوير. هو ليه حضرتك اتجوزت متأخر؟ شايفة ان مصطفى وليلى سنهم صغير قوي، فهل محبتش نفسك بقدر الكافي، ولا ملقتش حب حياتك، ولا الشغل كان واخد كل حاجة في حياتك؟ انا حاسة ان انا بديلك الإجابة. هذا الكم وهو بعض الجوائز التي حصلت عليها في مجال التصوير، وهي موجودة ورايا وموجودة أعلى المكتبة، والجزء الأكبر موجود في منزلي في المعادي ومنزل أسرتي السيدة زينب. هذا الكم من الجوائز هو إجابة على سؤال حضرتك، إني حبيت التصوير أكتر من اللازم، فتزوجت في سن متأخر للغاية، فكان ده على حساب أطفالي اللي عمرهم 12 و10 سنين حاليا، وأنا بعتذر لهم، بعتذر لليلى وبعتذر لمصطفى، ولا أنصح أي زميل في المستقبل إنه يتزوج في وقت متأخر، لأنه مهم جدا إنك تعيش مع أطفالك وإنت في سن يسمح إنك تمارس معهم طفولتهم. قابلت مامتهم إزاي؟ أنا ما بحبش أتكلم في الخصوصيات، ولكن لقاء عادي كلقاء عمل، ومن خلاله تم التلاقي والاتفاق على الزواج بعد كده. وانت بتكلميني عشان تعملي اعداد لهذه الحلقة، انا قلت لك انا في معرض في مصر الجديدة. هذا المعرض هو معرض الفنان المصور الفوتوغرافي الكبير الحاج محمد بكر، وهو لسه قائم لحد دلوقتي، موجود في حاجة اسمها فوتوبيا في مصر الجديدة. لو قدرتوا تشوفوه، مليان أعمال على مدار 50 سنة عمل للحاج محمد بكر، وأنا كان ليا نصيب في الكثير من الصور المعروضة، هي صور من أعمال أنا كنت مدير تصويرها. في صور من الأراجوز، وفي صور من الكتكات، وفي صور من زوجة رجل مهم، كلها بتزين صالة المعرض، معرض الحاج محمد بكر مصور الفوتوغرافيا الشهير. أنا هوري حضرتك وهسمح لك إنك تصوروا الصورة عشان تبقى جزء من الحوار. هي الصورة دي، وهي للفنانة القديرة رحمة الله عليها مدام سعاد حسني، من اللي هي من وجهة نظري الشخصية أحد أميز وأهم ممثلة في تاريخ السينما العربية، وتكاد تضاهي أعلى الأسماء للسيدات اللي مثلوا على شاشة السينما في العالم كله، مدام سعاد حسني رحمة الله عليها. فأنا الصورة اللي كانت موجودة في المعرض، أنا عملت حاجة بستأذن من خلال برنامج حضرتك الحاج محمد بكر، إن كل البروشورز اللي كانت معمولة بصورة مدام سعاد حسني وتبقى البعض منها على طاولة مدخل المعرض، أنا خدتها عشان نزين بيها جدران مكتبي، وهي للفنانة القديرة ذات الطلة شديدة التميز مدام سعاد حسني. وأنا بتمنى لزميلنا اللي يصور اكستريم كلوز اب لصورة مدام سعاد حسني. عايزة أعرف الكنز بالنسبة لمحسن أحمد إيه؟ الكنز في الوقت الحالي هو نوال رضا الله سبحانه وتعالى، وتحقيق أمنيتي إن أولادي يطلعوا من الصالحين. القوة مصر
مصر اللي احنا بنحبها في الأغاني. متهيألي لو عملنا إحصائية على مستوى العالم كله هنكتشف أن أكتر شعب غنى لبلاده هو إحنا. عملنا الآلاف من الأغنيات الوطنية في حب مصر. مصر هي أمي، مصر في دمي، مصر في عروقي، نموت وتحيا مصر. غنينا كتير لمصر، ويبقى شيء عايزين نحب مصر بجد. هيتمثل ده في ايه؟ في ان احنا نحاول نبني مصر، نحاول نبني مصر عشان نقول لها ان احنا بنحبك. عايزين نحول صحاري مصر، ده حلم محسن احمد يعني، الى ارض خضراء. عايزين علوم كلية الزراعة يفكروا ويبتكروا لينا ازاي تتحول رمال الصحراء الى تربة صالحة للزراعة، ومصر كلها تبقى مروج ومراعي خضراء. الحلم بقى بالنسبة لمحسن أحمد ان مصر تبقى بتنتج كل ما تأكل وتصنع كل ما تستعمل. الوعد فيلم صورته وخدت عنه جايزة احسن تصوير، وبعد حضرتك والناس اللي هيتفرجوا على البودكاست ان اظل اجتهد الى اخر نفس في حياتي في مجال التصوير اللي بعشقه عشق الاب لاولاده. العقل هو الزينة اللي للحياة. ابنة اخي رحمه الله عندها طفلة اسمها زينة، فزينة الحياة ان يمتلك الانسان عقل يحكم كل تصرفاته. العقل زينة. الرقص بالنسبة لمحسن أحمد، رقصت مرة مع الحياة ومرة مع الذئاب. الرقص بالنسبة لك ايه بقى في التصوير وفي الحاجات دي؟ الرقص سلوك إنساني جميل وممتع، واعتقد ان شاركت الفنانة الأستاذة إيناس الدغيتي فيلم تعالى نرقص، وكنت سعيد بالمعنى اللي ورا فكرة الفيلم. الرقص بالنسبة لك المعنى ايه؟ الرقص هو زي ما قلت لحضرتك سلوك إنساني، إنسان كائن متحرك، والرقص بالشرط يبقى رقص الإنسان بس. الزهور بترقص، أوراق الأشجار بترقص، قطرات المياه بترقص، أمواج البحر بترقص. كل حركة خلقها الله سبحانه وتعالى فيها إيقاع راقص، بس مهم أنت تشوفيها بالإيقاع ده. أنا لما بتفرج على موج البحر بشوفه بيرقص، اما بتفرج على ورق الشجر لما يبقى فيه تيار هوائي بشوفه بيرقص. كل حاجة في الكون بترقص، والرقص ممكن يكون نوع من التسبيح الحركي لربنا سبحانه وتعالى. محسن أحمد في كلمة. محسن أحمد فنان اجتهد أن يكون في موقع مرموق في الفن اللي بيعمله. بسمة نروز. شكرا لحضرتك محسن أحمد. أنت طفل رائع، أنت كائن رائع، أنت وريث الخلود الأبدي يا دكتور. ربنا يخلي حضرتك. أتمنى أن أكون ولو شيء بسيط من اللي حضرتك قلتيه. شكرا بجد. شكرا جزيلا.